يسألني كثير من الطلاب العربية يقولون: أنا أفهم اللغة العربية لكنني لا أستطيع أن أتكلم بلغة العربية، لماذا؟ الدليل هو عدم الممارسة. في الحقيقة لا تستطيع أن تتكلم بلغة العربية إلا إذا كنت تمارس العربية. يوجد كثيرين يفهمون اللغة العربية، يعرفون النحو والصرف والبلاغة، لكنهم لا يستطيعون أن يتكلم بلغة العربية ولو بدقيقة. لذلك أنا أنصح الإخوة الذين يتعلمون اللغة العربية بالممارسة، لأنها هي الطريقة الوحيدة للتكلم بلغة العربية. بدون الممارسة تفهم النحو، تفهم الصرف، تفهم البلاغة، لكن لن تستطيع أن تتكلم بلغة العربية أبدا بدون الممارسة. لذلك إذا تريد أن تفهم اللغة العربية، أولا عليك بتعلم الجمل بدلا من المفردات، وثانيا عليك بالممارسة مع الأصدقاء أو وحدك، لأنك تستطيع أن تمارس العربية أمام المرآة وحدك، أنت تتكلم مع نفسك بالمرآة، أو حاول أن تتفكر بالعربية. وحتى في هذه الزمن هناك سوشيال ميديا، تستطيع أن تتكلم مع الأصدقاء في واتساب، في الغروب، هناك الغروب الواتساب وفي تيك توك وكثير طرق متعددة لممارسة العربية. لذلك أيها الأخ الكريم الذي يريد أن يتكلم بلغة العربية، عليك بالممارسة، عليك بالممارسة، عليك بالممارسة. السلام عليكم ورحمة الله.